في كل عام ينظم الاتحاد الأوروبي منافسة لكرة القدم وتسمى باليوروبا ليج. مرت هذه البطولة بعدة مراحل تنظيمية، وكانت كل مرحلة من تلك المراحل تأخذ اسم مختلف. تعود جذور المسابقة لعام 1955، وكانت تسمى حينها ببطولة كأس المعارض الأوروبية، في حينها لم تكن معترفة فيها أوروبيا، وهي من ابتكار السويسري إرنست ثومن والإيطالي أوتريونو باراسي ورئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم آنذاك ستانلي روس. وكانت البطولة كما يدل الاسم تقام على هامش معارض تجارية للترويج لها، وكان أطراف المباريات فرق تمثل الدول المشاركة ضمن المعرض، ومن هنا انطلقت المسابقة. أقيمت أول بطولة بين أعوام 1955 و 1958، وكان أول أبطالها نادي برشلونة الإسباني. ثاني البطولات أقيمت بين عام 1958 و 1960، وحافظ نادي برشلونة على اللقب. بعد الموسم الثاني انتظمت البطولة لتقام بشكل سنوي إلى أن تم إلغاؤها في سنة 1971 لتستبدل بكأس الاتحاد الأوروبي، ثم بدوري أوروبا في عام 2009. واعتبارا من موسم 1972 أصبحت البطولة رسمية، وتغير نظام البطولة وقواعد وشروط المشاركة فيها. وكان نادي توتنهام الإنجليزي أول بطل رسمي للبطولة في موسم 1972. واعتبارا من العام 2009 تغير الاسم البطولة مجددا ليصبح الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج، وتغيرت كذلك نظام وقواعد البطولة. تم إقرار هذا النظام في عام 2009-2010 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث قام بإلغاء مسابقة الانترتو التي كانت تقام خلال أشهر الصيف وتشارك فيها الأندية التي تنتمي للاتحادات التي تحتل مرتبة متأخرة في التصنيف الأوروبي، من أجل تصعيد ناديين فقط للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي. أما الآن فمع تدشين بطولة يوروبا ليج تم إلغاء مسابقة الانترتو، وذلك لأنه قام بتوسيع قاعدة المشاركة في اليوروبا ليج، حيث سيشارك فيها 193 فريقا أوروبيا ينتمون إلى 53 دولة أوروبية، وستلعب هذه الفرق 3 أدوار تمهيدية، ثم تتأهل الفرق الفائزة بعد ذلك للدور الرئيسي الأول. يقام الدور الرئيسي الأول بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل الفرق الفائزة لدور المجموعات الأول الذي يشارك فيه 48 فريقا يتم تصفيتهم إلى 32 فريقا تشارك في الدور 32 الأقصائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل الفرق الفائزة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور 32 إلى الدور 8 النهائي، وهو أول الأدوار الإقصائية نهائية. وستستمر البطولة بعد ذلك بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية. أبرز الأندية التي فازت بالبطولة: يوفنتوس 3 مرات، أنتر 3 مرات، ليفربول 3 مرات، بروسيا مونشنجلادباخ مرتين، ريال مدريد مرتين، توتنهام مرتين، بايرن ميونخ مرة واحدة، تشيلسي مرة واحدة، شالكي وفالنسيا وليفركوزن وغالتازراي وأياكس أيضا مرة واحدة. أبرز الأندية التي احتلت المركز الثاني أو الوصيف: بروسيا مونشنجلادباخ مرتين، ويوفنتوس مرة واحدة، وتوتنهام مرة واحدة. أحمد شيخ موس، دنجي زلال.